والله ابدا لعبنا مباراه حلوه، لكن انا اعتقد هذا حكم والله ما ادري من هو عنده اشاره دوليه اتوقع. هذا المفروض يعطونا اشاره والله ما ادري وشو يعني حكم. انا ما قد شفت التحكيم بهالطريقه، يعطي لاعب من لاعبينا كرت احمر واخلاقيا حكم دولي زي ما يقولون يقول للاعب ارجع لبلدك احسن. هذه لازم ترفع رعاية شباب هالحكي هذا، والحكام هذول اللي ما يعرفون الأخلاق. إذا الحكم ما يعرف الأخلاقيات ويقول للاعب التونسي ارجع لبلدك أفضل، هذا منطق هذا؟ يعني أنا أعتقد أخلاقيات الحكام يعني وهذه كرة ينطرد فيها اللاعب. أنا أعتقد إنه هذا خصوصا هذا الحكم من اللستة اللي قالها الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال. هذا اعتقادي انه من لستة الرشاوي، وانا اقولها ولا علي من احد، لان هذا حكم لنا مليون مباراة، وكل مباراة يحكم للنصر يطلع فيها اسوأ واسوأ واسوأ. فانا ما ادري يعني يقولون الحكم السعودي هذا لا اعتقد ينتمي كحكم سعودي. حكم لا يمت للصلة باخلاقيات السعوديين. اللي يجي يقول لاعب من لاعبين نادي النصر عربي يقول له ارجع لبلدك، هل هذا منطق هذا؟ أنا أعتقد أن الحكام السعوديين إن شاء الله فيهم الخير، لكن حكم زي هذا اسمه خليل جلال هذا المفروض يشطب من التحكيم كاملا، مش حتى سنة أو 6 شهور. هذا حكم أنا أقول لك يعني من أسوأ الحكام اللي قد شفتهم في حياتي. يعني هل من الأخلاقيات أرجع أرددها، هل من أخلاقيات الحكم، وهذه لازم يصير فيها تحقيق، من أخلاقيات الحكم يقول لاعب ارجع لبلدك أفضل؟ فأنا أعتقد التحكيم يعني سمو الأمير تطالب بالتحقيق بهذا مع هذا الحكم خصوصا. هذا الحكم أنا أعتقد يعني حكم يعني صراحة أنا ما أقدر أتكلم من يعني أخلاقياتنا ما تسمح لنا. عبد الكريم كابتن تعال كابتن عبد الكريم بجانبي اللاعب عبد الكريم النفطي. قال لك الحكم بالضبط خلي يروح لبلدك، يعني روح لبلدك لتونس. علاش مانيش في بلدي انا في السعوديه؟ مانيش في اكيد في بلدك. اي علاش يقولها كي هو تخش عليه براني يحب يخرجني ورقه حمراء، علاش عملت له هنا؟ يقول لي روح لبلدك، يعني عنصريه ولا كيف؟ صحيح مش معقول هذا اللي المفروض يكون فيه تحكيم. ويقول يعني تحكيم استغفر الله يا رب. شكرا عبد الكريم. سمو نشكر لك هذه المقابله. شكرا اخوك، يعطيك الف عافيه. شكرا.